السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم كيف كتشوفوا معايا غادي نوجدوا ملفاي بواحد الطريقه سهله وبسيطه، والاهم من هذا الشيء كامل انها اقتصاديه بزاف. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله جميع الخطوات باش غادي نوجدوا هذا الملفاي، وغادي نبداو ان شاء الله بالطريقه والمقادير. كناخذ هنا واحد الاناء كندير فيه 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق ممتاز الخاص بالحلويات، وكنغربلوه. هنا من بعد ما كنغربلو كندير ليه واحد قبيصه د الملحه، واحد 3 د المعالق كبار ديال زيت نباتيه، 2 معالق ديال الخل. وهنا كناخذ كاس ديال الماء بارد، وكنبدا كنجمع العجين. كنزيدو الماء شويه بشويه غير تجمع لنا العجينه وصافي، غير نقدروا هكا نجمعوها نتحكموا فيها. هنا كندير الكاس الثاني. هنا انا هاد 500 غرام ديال الدقيق هزات ليا 2 كيسان ونص ديال الماء، وانتم عاوتاني حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. مهم انكم كديروا 2 كيسان وكتشوفوا واش غادي تزيدوا ولا لا. هنا كتكون العجينه غير كتجمع صافي، وكنحبسوا كنجمعوها مزيان، وكنديروها هنا بلاستيكه كنحطوها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد ما كدوز 10 دقائق هنا كناخذ 250 غرام ديال الزبده الخاصه بالتوريق، وكنحاول كنخبط عليها هكا بشي حاجه كنقرصها غير شويه. هانتوما غادي تشوفوا معايا، وكنطلق العجينه. هنا كنطلق هاد العجين اللي عندي على هاد الشكل هذا غير باش كنوضع فيه الزبده. ها هي الزبده من بعد ما كنرصها واحد شويه حتى هي باش كتسهل عليا الخدمه فيها، وكنديرها وسط داك العجين وكنسد عليها. كنجمع داك الجوانب كاملين اللي عندي وكنغطي الزبده. وهنا كنردوا البال ما خصوش العجينه تقطع. صافي هنا كنجمعوها على هاد الشكل، وكنرشوا غير شويه ديال الدقيق ماشي بزاف، غير شويه بشويه. وهنا كنبدا كنطلق على هاد الشكل غير بشويه بشويه هكا باش ما كترطقش لينا العجينه وتخرج الزبده. كنطلقوا على هاد الشكل غير بشويه، ما نزربوش هكا باش ما تطرطقش لينا كما قلت لكم العجينه. كنديروا هكا كنرشوا رشيشه ديال الدقيق وكنطلقها على هاد الشكل هذا، وكنحيد داك الفائض ديال الدقيق. ضروري انكم تحيدوا هذاك الفائض ديال الدقيق. وكنتني هنايا على هذا الشكل، كنتني من هذا الجنب ومن هذا الجنب، وكندير كنردو على هذا الشكل هكا. كتعطيني بحال 3 ديال الدورات. صافي هنا من بعد ما درت الدوره الاولى كنعلم هكا بصباعي باش كتبقى بان ليا شحال من دوره درت. هنا كنعاود الثانيه، كنرص غير شويه ديال الدقيق وكنطلقها عاوتاني على هذا الشكل، وكنتني الثنيه الاولى بحال هكا. هنا كنخدم بحال خدمه مدوبله، كنعاود نتني من هذا الجنب هذا وكنعاود هكا. دابا انايا درت هذه العمليه هذه 2 ديال المرات، وهذه الثالثه. صافي وكتجي على هذا الشكل هذه. كنديروا هذه العمليه هذه كيف كتنيو كيف شفتوا التنيات معايا 3 ديال المرات. وهنا كتكون وجدات صافي كنقدروا نخدموا بها. كنحطوها في الثلاجه كيمكن لينا نقدروا نسبقوها قبل بنهار كاع باش عاد نخدموها. صافي هنايا كناخذ باش كنطلق منها. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. كيبان لكم هذاك الفلتر ديالها كيفاش جاي ناجحه 100%. كتجي رائعه، كتصلح تستعملوا بها جميع المملحات، الانواع ديال كاع الحوايج اللي كتحتاجوا فيهم هكا العجين المورق، فهي كتجي ناجحه. وهنا كنطلقها على هذا الشكل وكناخذ طاوه وكنطلق فيها هذا العجين المورق اللي عندي، وكنتكو باي حاجه عندكم باش كتكو بشي فرشيط ولا اي حاجه، وكنتكوها مزيان على هذا الشكل. ومن الاحسن انكم الا كانت عندكم شي طاوه زايده، طاوه قد طاوه، كتحطوها فوق منها باش كتقلوا بها على شي حاجه وعاد كتدخلوها الفران. هنا انا شعلت الفران كيسخن. من بعد ما كنتقبها مزيان كنديرها كطيب.
كنديرها كطيب في الاول تيكون الفران مجهد، ومن بعد كنقص عليه باش كطيب على راحتها. وكيف ما قلت لكم الا كان عندكم باش تقلوها يكون احسن. كيف كتشوفوها نتوما كتجي ناجحه، كتجي 100% ناجحه. هاد العجين المورق كيجي ناجح 100%. وهنا من بعد ما وجد كنحطو يبرد، كنقسمو على جوج وكنحطو كيبرد. وهنا كندوز باش غنوجد لا كريم باتيسيه. هنا كندير 3 المعالق ديال السكر سنيده. نتوما الحلاوه يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا. خديت نص سيطرو د الحليب ودرت فيه 3 المعالق ديال السكر سنيده. هنايا كندير 4 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسيه هكا غبره. نتوما يمكن لكم لا عندكم شي وصفه بغيتو تحضروا بها لا كريم باتيسيه، يمكن انا هنايا درت غير هذا اللي خديت غبره، ودرت نص سيطرو د الحليب، درت فيه 4 المعالق ديال لا كريم باتيسيه غبره وخلطتها مع السكر صافي. وكنديرو فوق البوطه حتى كيطيب، حتى كيعقد لينا هاد لا كريم. وهنايا كنستمروا بالتحريك، ما كنحبسوش حتى كيعقد لينا هاد الخليط. ضروري انكم كتبقاو كتحركوا، ما كتحبسوش. هنا كنستمر بالتحريك، ما كنحبسش من التحريك كما قلت لكم حتى كتعقد تماما. كنبقاو كنحركوا حتى كطلع فيها الغليه على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما كتغلى كنطفيو عليها وكنزيدوا لها معلقه كبيره ديال الزبده. الزبده اللي زبده حيوانيه، تكون من اصل حيواني. من الاحسن ما ديروش الزبده العاديه هكا باش كتعطيها ديك اللذه، كتجي زوينه. صافي. وهنا كناخذ اناء وكنخوي فيها ديك لا كريم باتيسير اللي وجدنا، وكنغطيها بالسلوفان، وهكا كنهبطو مزيان حتى كيلامس هذيك لا كريم باتيسير هكا، باش كديرش ليا ديك القشره من الفوق. وكنخليه حتى كيبرد، كنديرو في الثلاجه حتى كيبرد. من بعد ما كتبرد كنديرها كطرب على هذا الشكل. ضروري انكم تطربوها لانها كتكون قاصحه. تنديروها حتى كطرب حتى كتولي كريميه هكا باش كتسهل حتى في الخدمه، ما كتبقاش هكاك جامده، كتولي على هذا الشكل هذا. هنا الا كان عندكم بيرلي كتزيدوا ليها واحد بيرلي هكا باش كتجي كريميه اكثر، وكيزيد ليها حتى واحد اللذه، كتجي خفيفه، كتجي غزاله هاد لا كريم اللي كتزيدوا ليها بيرلي. ومن الاحسن انكم ديروا ليها النوعيه ديروا بيرلي بالسكر باش كيعطيها واحد اللذه. كيف ما قلت لكم هنا من بعد ما طربتها كتولي كريميه على هذا الشكل. كنخليها على جنب. وهنا كنمشيو باش كنمونطيو ملفاي ديالنا. هنا كنديرها في شي بوش، وكنبدا كنطلق على هذا الشكل هذا باش كتجيني بالتساوي. هنا كنوضع هاد الكريم ديالي كامله صافي. وكندير كنعاود نغطي عليها الطرف الثاني. هنا كنوجد الفوندو اللي كناخذ 250 غرام ديال السكر كلاصي اللي يكون نوعيه ممتازه. وكناخذ هنا واحد 4 المعالق عندي كبار ديال الحليب، وكنبدا نخوي شويه بشويه. كندير معلقه ديال الحامض مع شويه بشويه دوك 4 المعالق اللي عندي ديال الحليب، كنخوي شويه بشويه مع التحريك. وضروري اننا نحركو مزيانه، كيبغي الخدمه حتى كيطلق. كيبقى واخا يبان لكم راه هو ثقيل، غير حركو غير حركو، ما تزيدوش في خطره داك الحليب. كتحركوه حتى كيصبح على هذا الشكل هذا. كنقسمو كناخذو منه شويه، كنزيد ليه معلقه كبيره ديال الكاكاو وكنخلطو باش كنزينو من بعد. هنا سمحوا لي راه مشات ليا اللقطه باش خويت هذاك الفوندو ودرت عليه خطوط بالفوندو اللي زيد عليه الشكلاط. وهنا كندير خطوط متعاكسه بشي موس ولا شي حاجه باش كيعطينا هذا الشكل هذا د ملفاي اللي كتعرفوه جميع. راه ساهل في الطريقه، هي انا مشات ليا اللقطه سمحوا لي. المهم انها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ناجحه وسهله واقتصاديه، كتجي رائعه رائعه. وشكرا على المشاهده، وكنتمنى هذا الفيديو